حضرتك وانت بتتكلم دلوقتي على دور الأطباء النفسيين والتجربة دي، المثل اللي انت قلته النرجسية، فهل انت شايف ان شخصيتك فيها شيء من النرجسية ولا لا؟ ده السؤال. النص التاني، هل ممكن لما تغني تسمعنا يا لعبة الأيام؟ لأنها يا كانت سلام. فظيعة لما انت غنيتها، حقيقي كانت طب حاجة ما يسمعنا الوقت. غير متوقعة. يا ريت. لا 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 لا، يسمعنا الوقت. لعبة الأيام حاجة فظيعة. هو قال لي انا مش هرفض لك طلب. طيب انا عمري ما ارفض لك طلب. طيب يلا قول يا لعبة الايام، ده انا بس بحبها نتكلم جدا. عن النرجسيه الاول. وبعديها لا لا خلاص، وبعديها مفيش نرجسيه، لعبة نوع بقى الأيام. خلاص، حمدان زي ما هيغني حضرتك خلاص، تقول. مفيش. زي ما حضرتك تقول. مو سوري تقول يا يا نرجسيه الايام. يبقى عملت لك السؤال في واحد. لا هو السؤال حلو بس بعد ما تغني. تغدر بك الايام تجر وتنساني تضحك لك الايام ترجعني من الله. بتغيرك أيام تريرارا وتبدلك أيام تريرارا وبتجيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى مع الأيام عشان قلبي أنا أوفى من الأيام يا لعبة الأيام يا لعبة الأيام يا لعبة الأيام. مش بقول لك انت لوحدك. انت لوحدك. مفيش داعي للنرجسية بقى، خلاص دي. عارف الاستاذ محمد رشدي ما كان هو عبد الحليم مع بعض جايين من البلديات مع بعض وكده، فعبد الحليم غنى له في محطة القطر، فقال له على فكرة انت بتغني زي، قال له اوعى تقول انا بغني زي، انا لون لوحدي. الله طبعا طبعا. وعلى فكرة يعني أغنية لعبة الأيام من الأغاني العظيمة الصعبة جدا جدا جدا. يعني على فكرة أعتقد وردة العظيمة، وردة يعني مفيش وردة. ما دي كده. اللي اسست وردة. اه دي اللي اسست والله وردة في تحية مصر. الوردة يا جماعة والنبي. وده رياض سنباطي. رياض سنباطي. رياض سنباطي يعني. لا رياض سنباطي مش عادي مش عادي. كانوا بيقولوا ام كلثوم محتكره الملحنين، اهو لحن لوردة اول ما جت غنت لرياض سنباطي. بس طلبوا من الفنانة وردة انها تغنيها لايف، ما غنتهاش. ما رضيتش تغنيها لايف. صحيح من كتر ما الأغنية تقيلة بتجيب من أول تقيلة. صوتك تحت لحد آخر صوتك فوق. عارف عمل كل حاجة في الكورة؟ ايوه صحيح. عمل كل حاجة. هي صوتها كان يجيب بس هي كانت خايفة. لا هي انما صوتها لا هي كان مش جميل. صوتها مش كان يجيب، هي صوتها. لا صوتها جميل. لا هي ما حصلتش، هي حاجة واحدة. وردة. يعني هي وردة. صحيح. يعني مش وردة وحاجة تانية. صحيح. النرجسية خلاص، ما هو غنى بقى. أنا العيادة بتاعتي آخر خلاص.